دي استراتيجي بعملها بقالي 6 شهور على لينكد ان. عارف الناس اللي بتكتب كنت سطرين بس يا جماعه؟ في دلوقتي في ناس بقى محتواها كله كده الاسباب اللي هتؤدي ان انت تفشل في حياتك. يوم حاطط في الكومنتات 1 2 3 4 تلاقي البوست كله في الكومنتات، بس هو في الاخر عمل مايكرو كونتنت الناس تقعد تبص في الكومنتات، فتقوم عامله سيف للبوست، عامله شير للبوست. تابعوا الكومنتات يا جماعه، الكومنتات فاهم؟ فانت بتعمل كونتنت. الفيسبوك بقى كونتنت المايكرو كونتنت بتاع الفيسبوك كام؟ اقل من 100 حرف، بيخلي الكونتنت شكله كبير. عارف ما الكونتنت شكله كبير كده على الفيسبوك؟ اقل من 100 حرف. وانا بتعمل ايه بقى بالنسبه لي؟ دي استراتيجي بعملها بقالي 6 شهور على لينكد ان. بكتب المايكرو كونتنت على الفيسبوك واخده سكرين شوت واقص الاسم وكل حاجه ونزله على لينكد ان كانه مايكرو كونتنت، كانه شكل كبير كده. انا بعمل ده بقالي 6 شهور ومحدش بيعملها. يعني انا بعمل ده ايه؟ فالمايكرو كونتنت ده بيخلي المحتوى ينتشر. يعني مثلا يا جماعه البوست يبقى كبير كده تو ذا بوينت، محدش يعمل سيمور، محدش يعمل كذا، والكلام كبير، فده بيخلي المحتوى يتشاف بشكل اكبر. ولو انت مدير او فاوندر وحابب تحجز مكانك في ورشه لينكد ان اللي جايه، سيب كومنت بالتفاصيل.